هنبدأ بسم الله بأول فكرة معانا. هنعملها من كيس مخدة، أي كيس مخدة تكوني مش محتاجاه زيادة عندك، قديم شوية برضو هينفع. هنتنيه على بعضه 3 تنيات بالطريقة دي، وهنقفل من الجناب. قبل ما تقفلي بالخياطة أو بالشمع، الطريقة اللي انتي حباها أو الأسهل بالنسبة لك، هتظبطي المسافات الأول. حاولي قربي المسافات من بعض بحيث ان يبقوا باينين كده ان هما قد بعض. لما تنيتوا على بعضه 3 تنيات كده، عمل لي 3 جيوب. 3 جيوب مساحتهم كبيرة وواسعة وحلوين قوي، هيشيلوا كويس قوي معاكي. ودي شماعة انا لفيت عليها شريط ستان، وخطوة شريط الستان دي اختيارية، وهلزقها في طرف المخدة من فوق كده، او طرف كيس المخدة من فوق بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وبعد كده هنقلبه على ظهره، واخر كل جيب بقى بطوله كده نلزقه بالشمع. الخطوة دي مهمة جدا، دي اللي هتخليه ثابت وشكله مظبوط معاكي، عشان لما نيجي نحط حاجة في الجيوب تبقى شكلها مظبوط وما تبقاش معايا معوجة. وبعد كده لزقت الطرفين في الشماعة، الطرف ده والطرف التاني. والخطوة دي برضو مهمة قوي عشان يبقى مفرود على الشماعة مهما تحطي فيه. وبس عملنا منظم في 3 دقايق، منظم جميل علقيه في شماعة الدولاب. تاني فكرة معانا هنعملها من أكياس بلاستيك، سواء الأكياس اللي بيبقى ليها كبسولة أو ليها سوستة، برضو أنا قلبها على ظهره. وأي قطعة قماش بقى عندك زيادة من ملابس قديمة أو أي بواقي قماش عندك، هتجيبي قطعة قماش كده على قده وهنلزقها عليه. الشمع هيخلي القماش يمسك في البلاستيك كويس قوي، لأنه بيبقى متسخن كويس. ما تقلقيش، الأكياس دي بتبقى جامدة شوية ومرنة، مش بتتقطع من السخونة بسهولة. اهو قدامك حطيت عليه الشمع وما حصلوش اي حاجة، بالعكس مسك في القماش كويس قوي كده من الظهر. وهثبت برضو من تحت، وهقلبه على وشه، وهكمل ببقية قطعة القماشة تقفيل. انا بقفل من على الحروف بس، وانا مش محتاجة اكتر من كده. طبعا في مكان للكبسولة، اهو هقيس كده، هحط ايدي كده على قطعة القماش فوق الكبسولة بالظبط. هثبت بس الاحرف كويس، اهو ده مكان الكبسولة اهو. همسك القماشة وهقطع قطعة صغيرة خالص بالمقص، هتعمل لي دايرة. الدايرة دي فوق الكبسولة بالظبط. اقوم حاطة حوالين الكبسولة شمع واثبت كده كده الكبسولة كأنها محطوطة في القماشة بالظبط، مش باين لها اي مكان في البلاستيك. الجزء ده بقى هشيل كده زيادة، وهسيب بس زي سنتي كده زيادة، وهتنيه بقى لجوه بالشمع. برضو هلزقه بالشمع لجوه اهو، هلزقه عليه. احط شمع واتنيه لجوه بالطريقة دي. بعد ما خلصت هجيب بقى اخر الكيس من تحت كده، واحط على جنبينه شمع، وهلزقه من الطرفين، وهتنيه بالشكل ده بحيث يعمل لي جيب خارجي. بس بقى عندي جيبين اهو، جيب خارجي وجيب داخلي، وحطيت لها فيونكة، وعملت كمان لون من كيس كمان. وبكده معاكي منظم للشنطة او حافظة استخدميها للاوراق عندك او للمكياج، لاي استخدام هتنفع. شكلها جميل جدا وعملية. تالت فكرة برضو هنعملها من بواقي القماش. كلنا بقى بيبقى عندنا برطمانات الصلصة او اي برطمانات عسل او اي حاجة بتبقى عندنا زيادة. حوشي كده كام برطمان يبقوا شبه بعض، وتعالوا نعمل بيهم فكرة جميلة قوي. انا هكسي الغطا بالقماش بالطريقة دي. اهم حاجة سخني المسدس كويس قوي. بعد كده هنشيل الزيادة كلها من على الاطراف بالمقص. شكل الغطا هيبقى مظبوط جدا، كأنه مدهون او كأن ده لونه، مش هتحس خالص ان عليه قماش. القماشة اللي تستخدميها تبقى برضو من النوع الخفيف. البرطمان بقى مش هينفع معاه الشمع خالص، الازاز لما نيجي نلزق عليه قماش ما ينفعش بالشمع خالص. اصلح حاجة واكتر حاجة هتلاقيها بتلزق معاكي كويس الغيرة. ده غيرة ابيض شفاف،
لما بينشف بيبقى شفاف ملوش اي اثر. هدهن بيه البرطمان الجزء اللي في النص ده بس كده، وقصيت قطعة قماشة على قد الجزء اللي في النص ده وهلزقها بالطريقة دي، هتتلزق معاكي بسهولة. والاطراف هنزود عليها الغيرة شوية، حتى لو انت شايفة الغيرة عاملك لون ابيض فوق القماش، لما بينشف بيختفي اللون خالص وبيبقى شفاف. وانا حطيت قطعة القماش في النص، في جزء من تحت باين من الازاز ومن فوق، علشان الحاجة اللي احنا هنحطها في البرطمان تبقى باينة، باين قدامنا محطوط ايه. اهو انا هزود هنا على الاطراف الغيرة، وما تقلقيش خالص لما بينشف ما بيبقاش ليه اي اثر بقى بالشكل ده. بصوا بقى لما نقفل الغطا شكله تحفة، شكله جميل جدا. هعمل بقى كل البرطمانات، وبقى معايا طقم توابل للمطبخ جميل جدا عملي. الغيرة طبعا على القماش بيخليه ثابت وممكن يتغسل.